ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله في قناتي شيماء جمال تي في. عاملين ايه في الصيام؟ يا رب تكونوا احسن مني يا رب، عشان أنا بجد وحشه جدا في الصيام السنه دي. بصوا هنعمل ايه فطار النهارده على طول كده. سلقت المكرونه الكوبايات اللي كانت هنا دي. والله البوتاجاز بتوع العيون بتاعته عايزه تتغير، ما علينا. الكوبايات اللي كانت هنا دي بتتغسل وتتحط على السفرة يوميا. سلقت مكرونة عشان هعمل مكرونة بشاميل، ودلوقتي هتبل البانيه. يعني هنعمل مكرونة بشاميل وهنعمل معاها بانيه. بديكوا افكار عشان كمان تدوني افكار، يعني كل واحدة يا ريت تكتب لي كانت عاملة ايه فطار، عشان انا لو افكاري خلصت اخد منكم، تاخدوا مني. لو انتي مثلا مش عارفة تعملي ايه النهاردة، ممكن تاخدي الفكرة ان انتي تعملي مكرونة بشاميل وبانيه. جبت البصلة وحطيت عليها فلفل اخضر. فلفل اخضر على فكرة بيمنع خالص، لو في احنا طبعا غسلينها كويس جدا، بس لو في اي روايح حتى لو بسيطة، الفلفلايه اللي احنا حطيناها دي هتخلي الريحة حاجة تانية خالص. وحطيت التوابل اللي انا بحطها، فلفل اسود وملح، وحطيت بابريكا، وحطيت ايه كمان، التوابل اللي انتي بتحطيها في البانيه حطيها. وهنتبل كويس، بس البولة دي حسنة صغيرة، فهجيب بولة اكبر عشان اعرف اخد راحتي. وبعدين هنجيب علبة زبادي وهنحطها عشان البانيه يطلع طري. هو كده كده البانيه بيطلع طري، مش زي البفتيك، بس هو تعود. يعني اي حاجة بتتحط لها بقسماط وبيض ودقيق بنحط عليها كوباية زبادي. لو ما عنديش ما بحطش عادي، بس احنا دلوقتي في رمضان طبعا، فالزبادي حاجة اساسية. نقلب ونشقلب في البانيه، وبعد كده تبلناه ونحطه كده على في التلاجة لحد ما يجي دوره. هنعمل العصاير عشان العصاير تلحق تسقع في التلاجة. بعملها اول حاجة عشان يعني بحطها في التلاجة وتسقع. ده صوبيا. حطيت اللبن والهاند بلندر مريحني جدا 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 في العصاير. بحطها في الديسبنسر ده على طول، وضربتين وخلاص. حطيت اللبن، وحطيت معلقتين من الصوبيا، وحطيت 4 معالق من السكر، وهنضرب. وبعد كده خلاص كده بصوا في ثانية، ولا هنعمل خلاط ونبوظ خلاط ونغسل خلاط الغطا وقع، كل ما اجي احط الغطا بيقع مني. وعملت عصير الصوبيا، وهنعمل تاني عصير التمر اللي هو ثابت معانا على طول. والعصير التالت هعمل عصير ليمون بالنعناع، بس ده هسيبه لاخر حاجة خالص، يعني يا دوب المغرب خلاص هيأذن هعمله، عشان طبعا الليمون بمرة. والتمر ده مش التمر البودر، ده التمر اللي هو اللي بيبقى العجينة، ده اللي بيعملوه في العصارات. وهنضرب ضربتين وناخد العصير ونحطه في التلاجة. بعد ما عملت العصير كانت خلاص المكرونة طبعا اتسلقت وصفيتها في الحوض. هننزل بصوا دول معلقتين كبار من السمنة، يعني قول 4 معالق من السمنة، وهنحط عليهم 4 معالق من الدقيق. انا بقولك المقدار مظبوط، بس انا بحط الدقيق اكتر، وكمان النهاردة ما حطيتوش اكتر بكتير. وهنقلب فيه لحد ما الرطوبة اللي في الدقيق كلها تطلع والدقيق يستوي. وهنقلبه تقلبتين، وبعد كده ننزل باللبن، وهنقلب بسرعة جدا عشان اديله بس فرصته ان الرطوبة اللي فيه تطلع، اللي هو الدقيق. يعني اديله تشويحتين كده على النار. وهنزل باللبن وايدي سريعة كده عشان ما يكلكعش. قلت لكم قبل كده حتى لو كلكع عادي مش مشكلة، بالهاند بلندر وهتفكيه تاني، او ما عندكيش هاند بلندر يبقى في الخلاط. بس احنا يعني معانا ان احنا ما نخلوش يكلكع، ان انتي تضربي بسرعة جدا وانتي شغالة. يعني تحطي اللبن وتضربي بسرعة هيفك معاكي بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة. هنقلب فيه لحد ما القوام يتقل زي ما احنا عايزين. انا هحط واحدة من المرقة دي مرقة خضار، وهنحط ملح، وهحط يعني شوية ميكس من الجبن، شوية صغيرين عشان يدوا طعم حلو وما يغيروش الطعم، عشان احنا هنحط جبنة من فوق فما يبقاش كله جبنة. دول شوية الجبن اللي انا بفركهم كده بايدي واحطهم كده. البشاميل اللي معايا جاهز. هنجيب الصينية. لو انتي بتحبيه اللي هو البشاميل الاحمر، يعني بتحبيش يبقى لونه ابيض كده، ففي المرحله دي هتحطي صلصه مع اللبن عشان اللون يبقى، يعني هنا في المرحله دي حطي بقى انزلي بالصلصه بتاعتك عشان يبقى لونه احمر، بس احنا اتعودنا عليه بناكله ابيض.
حتى لو تلاحظوا ما بحطش فلفل اسود عشان ما يغمقش اللون. جبت اللحمه. بصوا اللحمه دي اللي احنا معصجينها قبل رمضان، وقلت لكم هتنفعني في حاجات كتير، وهي فعلا نفعتني في حاجات كتير. نص البشاميل نص المكرونه، واحط عليها كم مغرفه من البشاميل، وبعد كده هننزل باللحمه المفرومه، وبعد كده هننزل بالمكرونه الباقيه. نحط طبقه حلو كده من اللحمه، وبعد كده هنحط انا مطلعه لحمه اكتر من الصينيه عشان هنعمل سمبوسك، هوريها لكم بعد شويه. بس ايه وصلتني، لا خلينا نمشي واحده 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 كده في الفيديو، مش نسبق حاجه. وحطيت الطبقه التانية من المكرونه، وهننزل بالبشاميل الباقي. البشاميل ما يبقاش خفيف قوي، عشان لو خفيف قوي هينزل تحت ووش البشاميل هيبقى ناشف، فيبقى حلو يعني، ولا تقيل قوي ولا خفيف ان هو ينزل. وبس كده الصينيه كانت خلصت، هنحطها في الفرن. ويعني بصوا خلاص هي اخدت لها ربع ساعه في الفرن، هطلعها واحط عليها الجبنه من فوق، وهدخلها تاني تاخد وش، وخلاص كده. طبعا هنمسح الجوانب دي عشان ما تتحرقش من الفرن. بس كده نحطها في الفرن. نرجع بقى للبانيه. هنا في عندي 3 بيضات، حطيت عليهم ذرة فلفل اسود عشان الزفارة، وحطيت عليهم ملح. والبقسماط دي عندي كنت عاملاها من قبل رمضان، شفتوا الحاجات بتنفع ازاي. والبانيه طبعا لسه متبلاه معاكم دلوقتي. اول حاجة هحط كل كمية البانيه اللي عندي في الدقيق عشان نخلص منها مرة واحدة، وبعد كده نشتغل بقى بيض وبقسماط، بس يكون كله متغلف بالدقيق. تعالوا يا جماعة اقول لكم على حاجة. هو غسالة الاطباق، لما انا قلت لكم ان غسالة الاطباق جايه لنا هدية، ما دفعتش فيها فلوس. وانا لو دفعت فيها فلوس يعني انا لو مشترياها، انتوا عارفين 15 فرد يعني بكام دلوقتي؟ اعملوا سيرش كده وادخلوا شوفوا غسالة الاطباق 15 فرد تعمل كام دلوقتي. ودلوقتي الدنيا غالية جدا، ومحدش يعني يعني الظروف ما تسمحش ان احنا نجيب الرفاهيات. غسالة الاطباق من الرفاهيات على فكرة، ان احنا نجيب رفاهيات بالمبالغ دي دلوقتي. لكن لو احنا جايبينها ومشتريينها، انا هقول ان احنا جايبينها ومشتريينها. ليه بقى؟ عشان الفلوس هنبقى احنا اللي دافعينها، محدش دافعها لنا، صح ولا غلط؟ تبقى فلوسنا الشخصية. فانا يعني مش مفيش مجال ان انا اكون جايبه حاجه ودافعه فيها فلوس واقول لا دي جايه لي هديه. قلت لكم هقول لكم على التفاصيل لما نيجي نركب الغساله، بس انتوا مش صابرين. انتوا مش صابرين لما الغسالة تيجي. السباك كل يوم يقول لنا بكرة بعده بكرة بعده. كنت هقول لكم على التفاصيل، بس دلوقتي ترددت، والله ترددت اقول لكم على التفاصيل ولا ما اقول لكمش على التفاصيل. بس انا فعلا الغسالة مش مشترياها. بس هنفكر بقى ساعتها بقول لكم على تفاصيل الغسالة ولا لا. بس دي 15 فرد، اكبر حجم غسالة موجود. ادخلوا اعملوا سيرش شوفوا سعرها كام، وفكروا يعني انا هجيبها في الوقت ده والدنيا الغالية دي. انتوا فكروا بدماغكم. بصوا انا وانا شغاله بعمل البانيه بالبقسماط والبيض، كنت شغاله بحمر، شغاله يعني شغاله الطاسه وشغاله بحمر. وهنا كانت المكرونه كمان استوت، وهنا كان المغرب بيأذن. الاوردر ده جالي، معرفش، الله يكون في عون اللي هم اللي بيوصلوا الطلبات في الوقت ده. كان جالي ده دلوقتي، فهوريكم جزء منه، والجزء التاني الفيديو الجاي عشان وصل يعني مش في وقته ومش في ميعاده. وكنت خلاص يعني خلاص هو الفيديو هيطول اكتر من لازم لو انا فتحت الاوردر ده معاكم. وكمان كنت عايزه ارغلكم فيه شويه، فخليه للفيديو الجاي عشان بجد الاوردر ضايقني جدا. هنعمل عصير الليمون بالنعناع. اول مره طبعا استخدم الهاند بلندر وانا بعمل العصاير، فقلت هجربه. حطيت الليمون وحطيت النعناع والسكر وهنضرب ونشوف. ضربت كتير 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 فيه، لقيت النعناع ما بيتخلطش ما بيتخلطش في العصير زي الخلاط. احنا كده كده الخلاط بنعمله وبعد كده بنصفيه، بس بيكون يعني اتضرب شويه عن كده. فقلت خلاص احنا اخدنا الريحة وريحة النعناع وخلاص كده. هنا كنت خلاص كل حاجة جهزت، فحطيتها لحد ما اخدت الاوردر من الراجل. ومش عارف ربكني بصراحة، ما كانش وقته خالص دلوقتي. المهم طلعت الاكل بسرعة، وكمان طلعت العصاير، عصير ليمون، عصير تمر، عصير صوبيا،
زي ما انتوا واخدين بالكم ان انا مش بملى البتاع للاخر عشان ما فيش عصير يفضل، يعني نص نص نص، وبرده الغطيان وقعت مني. ما علينا. دلوقتي انا ما بقتش اشرب اي عصاير خالص خالص غير الوحش ده اللي قدامكم، اللي هو عصير القصب. هما راجعين كده في صلاة المغرب، بيجيبوا العصير القصب ده، هو ده الوحيد اللي انا بشربه. وهنغرف بقى، كنت عامله سلطه خضراء ونسيتها عشان ارتبكت شويه. وده الفطار بتاعنا. هنغرف. وتعالوا هقول لكم على حاجه، كانت جايه لي في الاوردر، هوريها لكم، بس الاوردر الاساسي هوريها لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. بعد الفطار كان في شويه حاجات عايزه اخلصها، عشان انا زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو مش عايزه اكرر كلام كتير، بس انا ببقى في الصيام وحشه جدا. ف والله وبعد الفطار يعني ولا في الصيام ولا بعد السنه دي، يعني وبعد الفطار ببقى نايمه بنام. بس كان عندي شويه حاجات لازم اعملها، لو ما عملتهاش هتبوظ، يعني زي السمبوسك دي لو سبتيها بتنشف وبتبقى صعبه جدا وانتي بتلفيها. فعملت ميكس الجبن ده، ميكس جبن موتزاريلا على جبنة فيتا على تشيدر، ميكس كده وعملته. وعامل نصها جبنة ونصها لحمة مفرومة. السمبوسك اللي انا بعملها دي، اللي انا بلف فيها اللفة فيها ب50 جنيه. لقيت واحدة ارخص بكتير، لقيت في ب30 جنيه. فبصراحة جبت واحدة ب30 جنيه وجبت واحدة ب50 جنيه، وقلت اقارن. هو مفيش اصلا مقارنة، مفيش مقارنة فعلا بجد. الحاجة الغالية تمنها فيها. اللي هي ب30 جنيه بشيل الورق من بعضه بالعافية وناشفة اصلا، يعني يا دوب بفتحها بلفها بالعافية ناشفة. انا طبعا لسه هنا ما كنتش لسه عملتها. هنا كنت عملت دي بس، لكن انا تاني يوم عملت التانية. وعشان كده بقول لكم رأيي في الاتنين. مفيش مقارنة بين دي ودي. ام 50 ما بتشربش زيت. هي بتشرب، يعني السمبوسة كلها بتحس ان هي مزيتة شوية، بس ما بتشربش زيت زي ام 30. هنا كنت عملت السمبوسك دي، اخدت منها طبق عشان اليوم اللي بعده. طبعا المكرونة تفضل منها كتير، فتاني يوم اخدت طبق من ال- البانيه، واخدت طبق من السمبوسك، وقلت اخليهم في التلاجة والباقي كله على الفريزر. دي السمبوسك بقى اللي هي ب30 جنيه. مش حلوة خالص. عملتها تاني يوم زي ما قلت لكم، ما عجبتنيش خالص. وده رقاق الطري. انا عملت الرقاق اللي عندي كله اصلا ما كانش بتاعي، ده كان بتاع حماتي وهي اللي بعتته لي، الرقاق الناشف وخلص. فجبت الرقاق الطري ده، حبيت اجربه، كانت اللفه برضو ب30 جنيه. ده البانيه بقى اللي اتفضل بعد يومين، يعني انا كده خليت لي تاني يوم. والسمبوسك دي اللي برضو اخدت منها لتاني يوم. والفلفل الالوان ده كنت كان برضو عايز يتعمل، لو ما كانش اتعمل كان هيبوظ. وبس كده. بصوا الفلفل الالوان ده اغلبه اصفر، يعني 3/4، لا هو كله اصفر، يمكن في واحدة ولا 2 بس احمر. كل الحاجات دي هتفيدني جدا لما احطها في الفريزر في اي يوم. هطلعه هتفيدني. واي حاجة بترميها في الفريزر هتنفعك 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 يعني. بس كده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.